من غير فرن ولا تعب تشيز كيك هيبهرك. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تشيز كيك. اول حاجه هنجيب 150 جرام من البسكوت الشاي الساده وهنضربه في الكبه. بعد كده هنحط عليه 8 معالق كبار من الزبده السايحه ونضربه تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب صينيه مقاس 22 وهنحط فيها البسكوت، وبعد كده هنضغط عليه بايدينا علشان لما نحطه في التلاجة يمسك شوية. بس اهم حاجة منزودش الزبدة، علشان لو زودنا الزبدة البسكوت بعد ما نطلعه ونيجي ناكله هيبقى ناشف قوي، فلازم نخلي بالنا من الحتة ديت. بعد كده هنجيب 350 جرام من الجبنة الكريمية وهنضربها كويس قوي. بعد كده معلقتين كبار من السكر البودرة وهنضربها تاني. لازم نستمر في الضرب على الأقل لمدة لا تقل عن 3 دقايق. بعد كده هنجيب كوباية من الكريم شانتيه أو الكريمة اللباني البودرة وهنحط عليها نص كوباية من اللبن الساقع. لازم نضرب كويس قوي لغاية ما الخليط يبقى ناعم معانا وفي نفس الوقت متماسك. هنجيب من الجوانب وهنضرب تاني. بعد كده هنجيب البسكوت اللي احنا سبناه على جنب وهنحط فيه الخليط دوت، وزي ما حضراتكم شايفين هو الخليط مش قليل، هو بالظبط على قد الصينية. وهنسويه بظهر معلقة. لازم نسويه كويس قوي عشان ما تبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية. بعد كده انا حطيت مربى فراولة، ممكن حضراتكم تحطوا اي مربى بس انا بحطها مربى فراولة، بس المربى دي جاهزة علشان طبعا ما فيش السوق دلوقتي فراولة فريش. ونساوي برضو المربى. بعد كده هنزين، والتزيين دوت عبارة عن نص كوباية من الكريمة اللباني او الكريم شانتيه البودرة ومعاها نص كوباية من اللبن المثلج، والتزيين طبعا حسب الرغبة. زي ما حضراتكم شايفين هنشيلها من الصينية وهنقدمها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.